عشان اكمل اعمل فيديوهات تفيد ناس اكتر، يا ريت تعملوا سبسكرايب وشير للفيديوز. اهلا بيكم في حلقه جديده مع كدبه ومصدقينها مع حجازي. هتكلم النهارده عن موضوع شائك جدا وحاسس الناس كتير قوي هتهاجمني فيه، بس يا ريت ناخد كلام بالعقل عشان ما نزعلش من بعض. النهارده هتكلم عن مصر الطيران. وعلى فكره ده مش اعلان لمصر الطيران ولا حاجه، محدش دفع لي اي حاجه عشان اعمل الفيديو ده، بس في نفس الوقت لو مصر الطيران عايز تعمل لي حاجه بعد الفيديو ده او تديني تذكره هديه انا مش هقول لا خالص. كل شويه بنلاقي على جروبات مختلفه عن ان مصر الطيران دي اسوأ شركه ممكن تسافر عليها والكلام ده كله. وانا بصراحه شايف ان الكلام ده من اكتر الكذبات اللي احنا كلنا صدقناها حتى لو احنا ما جربناش نسافر نفسنا. انا شخصيا من الناس اللي سافرت كتير قوي وسافرت على انواع طيران كتير قوي، وعشان كده انا هشرح لكم الاول انواع الطيران في العالم. من تجربتي الشخصيه انا قسمت انواع الطيران لثلاث انواع. لو احنا بصينا للعالم وقسمناها لثلاث اجزاء، فعندنا الجزء بتاع امريكا، وعندنا الجزء بتاع اوروبا وافريقيا والشرق الاوسط، وعندنا الجزء بتاع اسيا وشرق اسيا والحته دي كلها. لو انا قسمت شركات الطيران التابعه للدول المختلفه في المناطق المختلفه دي وقسمتهم على حسب الاكثر جوده الاقل جوده، هتلاقي ان الطيران اللي موجود في شرق اسيا اعلى جوده، الطيران الموجود اللي هو في الجزء الاوسط ده اللي هو في اوروبا وافريقيا والكلام ده كله اقل جوده، يعتبر الثاني في الجوده، والطيران اللي موجود في الامريكتين اقل جوده خالص. انا ليه بقول التقسيمه دي؟ عشان المقارنه مش هتبقى عادله لو انت قارنت شركات طيران ما بين المناطق المختلفه دي. لو قارنت السنغافوريه بمصر طيران دي مقارنه غير عادله، لو قارنت امريكان ايرلاينز بمصر طيران دي مقارنه غير عادله برضه. فانا يوم ما هقارن مصر طيران هقارن بالشركات اللي هي موجوده في الحته اللي في النص، الشركات اللي زي لوفتهانزا وبريتش ايرويز وكي ال ام واير فرانس والحاجات دي كلها. لما سافرت الحته اللي في النص دي بصراحه طيارات مصر طيران من اوسع الطيارات اللي انت ممكن تركبها. انا بصراحه فتره كورونا قعدت سنتين ما بركبش. لما رجعت من كورونا انا بصراحه اتصدمت لما ركبت الطيران الاوروبي، لقيت ان الكراسي مره واحده صغرت والكراسي قربت من بعض. فبقى بصراحه بيحط لك صفين ثلاثه زياده في الطياره عشان يوفر ويطلع فلوس اكتر من نفس الطياره. مصر طيران ما عملش كده، فعشان كده انا لما بركب مصر طيران بصراحه ببقى مرتاح قوي. طبعا لو اتكلمنا على البيزنس كلاس، البيزنس كلاس انا ما ركبتوش كتير بس قعدت اعمل لي ابجريد ببلاش. ولما ركبت البيزنس كلاس في مصر طيران واي طيران تاني في اوروبا، بصراحه البيزنس كلاس بتاع مصر طيران لا يعلى عليه. انت لو ركبت البيزنس كلاس بتاع لوفت هانزا او بريتش ايرويز من طياره طالعه من القاهره لندن او من القاهره فرانكفورت، هتلاقي في نفسك في الاخر البيزنس كلاس عباره عن بدل ما الثلاثه قاعدين جنب بعض الكرسي اللي في النص ده بيلغيه، والكرسيين بيفضلوا زي ما هم بنفس الحجم بنفس كل حاجه، وطبعا بيبقى في فرق في الاكل. فبجد هو ده بيزنس كلاس واكون دافع فيه ضعف السعر. فبصراحه تهريج. من ناحيه الاكل ما حدش يتكلم عن اكل مصر طيران. اكل مصر طيران بصراحه بنقعد نتريق على حته بيف وتشيكن والكلام ده كله، بس على الاقل بناكل بيف وتشيكن. انا اخر مره راكب للندن على بيتش ويز ادوني حته سندوتش جبنه ومفيش ولا بيف ولا تشيكن. فبصراحه الموضوع في مصر طيران احسن بكتير قوي، انت فاهم بتاكل وجبه بتشبع منها وبتعرف تكمل بقيه يومك. الشركات التانيه الموضوع مش كده خالص. مش بقول ان هي احسن شركه في الاكل، في شركات تانيه زي شركات تركيا والكلام ده كله فعلا الاكل فيها كويس قوي، بس هي مش اسوأ واحده ولا حتى قريب من الناس السيئه. تالت حاجه موضوع المواعيد والطياره بتاخر. يمكن مصر طيران من اكتر الشركات اللي بتحاول تبقى كويسه مع الناس، ان هي حد اتاخر، حد ما عرفش الشنطه بتاعته لسه ما جاتش والكلام ده كله، انهم بيستنوه والكلام ده كله. الشركات التانيه عادي بتعمل لك ريبوكينج على طياره تانيه وتعرف المطار 6 7 ساعات وبعد كده خد الطياره اللي بعديها. فالتاخير اللي بيحصل في مصر طيران قليل جدا، ولازم نكون عارفين حاجه صغيره. لو الطياره اتاخرت وهي طالعه من مصر وساعتها التاخير ممكن تلومه على مصر طيران، لكن لو الطياره جايه متاخره من بره بتلوم المطار اللي هناك. ولو انتوا اخدتوا بالكم ان اغلب التاخيرات بتحصل من هناك. وبتحصل من هناك ليه؟ عشان بقى في دول كتير قوي في العالم بيبقى عندهم اضرابات دلوقتي في الخدمات الارضيه او بيسموها جراوند سيرفيسز، ودول عباره عن الناس اللي شغاله في الخدمات الارضيه جوه المطار واللي بيوصلوا الاكل يوصلوا الشطر والكلام ده كله. والاضراب ده ليه؟ عشان هم بيشتكوا من ظروف شغلهم مقابل الفلوس اللي هم بياخدوها. موضوع ضياع الشنط وان مصر طيران دايما بتضيع الشنط الكلام ده مش كلام صح. عادي جدا كلنا عدى علينا مره او اكتر ان الشنط ضاعت، وده حاجه طبيعيه في الطيران كله في اي حته في العالم، بالذات لما يكون مده ترانزيت في دوله معينه مده قليله قوي، فما بيحاولوش ياخدوا الشنطه دي من الطياره دي للطياره دي، وساعتها الشنط بتضيع. انا مؤخرا بسبب مشاكل اللي عندهم في الجراوند سيرفيسز او في الخدمات الارضيه في المانيا والاضرابات الكتير اللي هناك، هو مفيش مره الشنطه جات لي في ميعادها، دايما تيجي تاني يوم او تجي لي في الطياره اللي بعديها، وعادي جدا عمري ما اشتكينا وعمرنا ما اتكلمنا عن حاجه في الموضوع ده. لكن الشنطه دي مصر طيران تلاقي النت كله بيتكلم عليها. فبصراحه يا جماعه مش كده، عادي جدا الشنطه بتضيع بتيجي لك تاني يوم وخلاص حصل كده. هل هي بتحصل كتير قوي؟ لا ما بتحصلش كتير قوي. عادي انا كنت قبل كده مسافر برايورتي على بريتش ايرويز اللي هو المفروض اول شنطه تنزل، الشنطه ما جاتش عندي المطار لما انا وصلت. كان السبب بتاعهم سبب جميل جدا. قالوا لي لا يا فندم احنا اسفين، احنا ما كانش في شنطه، مكان لشنطتك على الطياره. يعني مكان لشنطتي. يعني انا واحد مسافر برايورتي وفي الاخر شنطتي ما تجيش. اخر موضوع هتكلم عليه موضوع ان مصر الطيران من الشركات المريحه جدا، عشان هي لما بتسافر اي دوله في العالم
اغلب الطيران بيبقى دايركت. يعني دايركت يعني ما بتقفش في النص وتعمل ترانزيت، وطبعا انتوا عارفين الترانزيت ده بيضيع وقت وبيضيع لك اليوم. فمصر طيران الحمد لله عندها طيران لاغلب العواصم العالميه، والطيران ده دايركت، وده بيوفر لك كتير قوي وبيريحك كتير قوي بدل ما تقعد تنزل وتطلع من الطياره وتغير الطياره والشنط تضيع في السكه. الحاجه الوحيده اللي عارف ممكن مصر طيران ممكن ما تكونش من احسن الطيران فيها هو موضوع ان اسعارهم غاليه شويه. ساعات لو حاولت انك انت تبص على الويب سايت بتاع مصر طيران او كلمتهم في الكول سنتر واللي هو بجد من احسن الكول سنتر زي ما كنت تكلمهم في حياتك، وسالتهم على اسعار طيران لحته معينه انت عايز تروحها، ساعات ممكن تلاقيها ارخص من شركات تانية. بس انا معاكم، اغلب الطيارات بتاعتهم اغلى من منافسيها، وده طبعا بيخلينا نروح لمنافسيها عشان سعر ارخص، وده تمام عشان هو في الاخر سوق مفتوح. فانا ممكن من الفيديو ده الحاجه الوحيده اللي هحطهم مصر طيران هي تحاولوا تعملوا اوفرز اكتر لينا ان احنا نسافر دول مختلفه في العالم، وساعتها نقبل على شرائكم. بس غير كده اي حاجه تانية بتتقال بتحصل مع كل الشركات واكتر من كده بكتير، واحنا بصراحه في حته احسن بكتير قوي كشركه مصريه بتشتغل في عالم الطيران. اخر حاجه هقولها، انا بصراحه فخور ان احنا عندنا شركه طيران زي مصر طيران، مقارنه بدول العالم اول كتير قوي تانية عندهم شركات طيران وطنيه وما يجوش حاجه جنب مصر طيران. يا ريت يكون فيديو النهارده ما زعلش ناس كتير، بس انا حبيت اقول حاجه من قلبي عشان انا بجد بحب الشركه دي ونفسي ان هي تكبر وان احنا كلنا فعلا نستخدمها كالطيران الرسمي الوطني لاي حد مسافر بره مصر. كان معاكم محمد حجازي في كلمه مصدقينها، واشوفكم في حلقه تانية، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب.